أبو الفتح استلام الكرة من الطرف الأيمن. منتصر تيمي، منتصر يعود خطوات للوراء لتمرير الكرة بشكل عرضي نحو حمد الهوني. حمد الهوني استلام الكرة من جديد. حديدي يقوم مباراة محترمة جدا في الدقائق الأولى لما يقارب ال 25 أو 24 دقيقة. دور كبير ايضا لبلالي النعمه في خط الوسط. قوه بنيه هذا اللاعب يذكرني كثير بحميد بوجار، لاعب سابق في عدد كبير من النوادي في البطوله الوطنيه، نفس البنيه ونفس الظهور. نذكر ايضا هشام مصباح، نذكر عدد من البروفايلات المماثله في البطوله الوطنيه، واهمهم واحد من اميز اللاعبين طاهر الخلج، واحد من افضل الممررين في كاس العالم عام 1998. كره تعود للوداد الرياضي من امين ابو الفتح. امين نحو بولي جونيور. بولي ضغط من شباب رياض السلمي، تعود الكره مجددا والضغط من بوهرة. بوهرة يضغط عليه شمال علوش، العلوش اللي يلعبها حمد الهوني في المتابعه، لكن تتحول من حديدي لمعطي تميزه، والكره في تماس الوداد الرياضي. كرة مجددا للوداد. الوداد الرياضي يحيى جبران. تتحول من جديد ايوب العملود. كرة لشباب رياض السلمي. بلالي النعمة. كرة للأمام نحو يونس الساخي. الساخي يمشي. الساخي يحاول وأنه يحرر نفسه ويحرر رفاقه في هذه المباراة. تتحول من الطرف الأيمن للشباب الرياضي السلمي. تداول الكرة، ترجع لاعبي الوداد لغلق كل المنافذ من الطرف الأيسر. هنا السرعة مهمة جدا في عملية الارتداد لإيجاد الحلول الهجومية. كرة من الطرف الأيمن نحو منتصر الحتيمي. معطى السرعة مهم جدا في الهجمات المضادة سواء للوداد والشباب رياض السامي. الأمر ينطبق عليهما معا، وهذا دور لاعب حرفي في خط الوسط، عنده الحرفة وعنده المؤهلات التقنية الكبيرة في هذه النوعية من المباريات. كرة تتحول من جديد للوداد 1-2، لكن ضائعة. تتحول من جديد نقترب من انقضاء نصف ساعة الأول من هذه المباراة. مشعب المباركي وعادل رمزي والبحث عن الحلول. الأطر المكونة على أعلى مستوى. يعني الأيام القليلة المقبلة، يعني الإدارة التقنية الوطنية بالتعاون مع الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم شهر نوفمبر ستقيم الدورة الثانية للحصول على رخصة تدريبية كاف برو. يعني والشيء المهم جدا والشيء اللي يخلي 20 مدرب، بينهم 15 مدرب مغربي وخمسة مدربين أجانب. الشروط الرئيسية اللي يتجاوز السن 63 سنة وأن يكون حاصل على كفاءة، ولكن المترشح عليه أنه يشتغل على الأقل 36 شهر خلال آخر 5 سنوات الأخيرة كمدرب رئيسي لأحد المنتخبات، ومدرب مساعد للمنتخب الأول، أو مدرب رئيسي بالفريق الأول في القسم الأول أو القسم الثاني. وهذه من الأمور اللي تخلي الكرة تتطور، تخلي الكرة وأنها تدين بالولاء للكفاءة. دور كبير مبذول من طرف الإدارة التقنية الوطنية على مستوى تكوين المدربين. في ذلك تواجد رجل محترم جدا اسمه فتحي جمال، الذي يقوم بعمل مهم جدا ورفقة أطر وكفاءات الإدارة التقنية الوطنية. تتحول كرة من بلالي النعمة، تعود للحارس مفتاح. تداول الكرة للخط الأمامي. استلام الكرة في خط الوسط يحيى جبران. تدخل، كان في شوية خشونة. التدخلات مثل هذه دائما ما تكون صعبة، دائما ما تصعب المأمورية على الحكم وتصعب المأمورية على اللاعب اللي ممكن انه يتعرض للإصابة تكون فيها لا قدر الله تكون صعبة شوية. بطاقة صفراء يشيرها حكم
المباراة. سيد محمد بلوط بطاقة صفراء أخرى للاعبي شباب رياض السالمي. بحسين في الكرة الماضية من الإعادة للتدخل. منتصر الحتيمي كان كيف تعامله مع الكرة الماضية، ما خلاش رجليه في الكرة الماضية، لو خلى رجليه في وضعية ثابتة ممكن لا قدر الله تكون إصابة صعبة شوية، لكن حدث ما حدث والمباراة تتواصل. نصف ساعة أول في مباراة متوسطة جدا بين شباب رياض السالمي والوداد الرياضي. وشعيب المباركي بذكريات واحدة من الأجمل مباريات الفريق الوطني أمام الولايات المتحدة الأمريكية في ناشفيل عام 2006 مع محمد مديحي. قدموا مباراة كبيرة جدا أمام منتخب بلاد العم سام في ناشفيل في حضور عدد كبير من الأفراد الجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما عادل رمزي آخر انتصاراته وآخر ألقابه كانت في الانترناشونال تشامبيونز كاب. هذا واحد من الدوريات المهمة جدا على مستوى فئة أقل من 21 سنة. فاز فيها في انجلترا بعد تفوقه على عدد من النوادي الأوروبية. هذه كرة للوداد الرياضي في منطقة الجزاء والحكم يطالب بمواصلة اللعب. عادل رمزي كان مدربا للفريق الذي فاز باللقب في حضور اسماعيل صيباري لاعب الفريق الوطني، لاعب الفريق الاول لنادي بيس فيندهوفن. خلى صوره طيبه جدا على الكفاءه الوطنيه في هولندا. بكل امانه عادل رمزي نتمنى له كل التوفيق برفقه كل اطرنا التي تشتغل في البطوله الوطنيه. تصل الكره من جديد من حديدي الدربيبي محسن نحو الحديدي من الطرف الايسر. التحول بالكره للامام لنادي شباب رياض السالمي، مشى بكورته مررها الخط الامامي للشباب. دائما الشباب الذي يحاول أن يتمرد على كل المعطيات التي والأحكام المسبقة في هذه المباراة. أن الإمكانية منتصر الحتيمي، منتصر معزول وسط 3-4 لاعبين. تعود الكرة مجددا للوداد عبر القائد يحيى جبران نحو هوني للمدافع الأوسط أمين فرحان أول من يدافع يونس ساخي وأول مدافع لشباب رياض السالمي في هذه المباراة. تعود الكرة مجددا من منتصر الحتيمي. منتصر يبحث عن الحلول، ما كايناش تماما، مفروض عليه أنه يرجع شوية خطوات للوراء نحو أمين فرحان مرة أخرى للوداد الرياضي. أمين فرحان الوداد سيجد عدد من المباريات نسخة كربونية لهذه المباراة التي يلعبها اليوم. عدد كبير من النوادي ستتراجع للوراء أمام الوداد، ربما سمعته كواحد من أهم النوادي الأفريقية، كوصيف بطل أفريقيا، كفريق يعتبر من أكثر النوادي استقرارا في القارة الأفريقية في ال8 و9 سنوات الأخيرة. أمر عادي هذا اللي يخلي عادل رمزي وأنه يستغل فرص مثل هذه للبحث عن حلول أكبر أمام نوادي منظمة، أمام نوادي محترمة جدا من قبل شباب رياض السالمي. لمشي نادي عادي اليوم، لمشي نادي متواضع، نادي متمكن. كرة للأمام من بورا يلعبها في منطقة الجزاء. إمكانية من بولي جونيور، بولي يسددها بولي جونيور. أول تسديدة موترة انتظرنا لما يقارب 32 دقيقة من زمن هذه المباراة لكي نتابع أول تسديدة موترة. الوداد الذي يعجز حدود ساعة على فرض إيقاعه. المعتاد امام شباب رياض السالمي في هذه المباراه، وبالتالي هذه فرصه اولى. 32 دقيقه مضت، هذه احصائيه مهمه جدا للزملاء في البلاطو. 32 دقيقه اول تسديد على المرمى، هذا يؤكد شيء واحد وان الحلول تظل غائبه في هذه المباراه. كره من جديد للوداد، تراجع من يحيى عطيه الله نحو امين فرحان. امين تصل الكره مجددا للحارس مهدي مفتاح. استلام الكرة أمين فرحان، تداول الكرة على مستوى الخط الخلفي من الدراوي أمين. تدخل من بلالي النعمة في الكرة الماضية على
أيوب العملود والمباراة تتواصل هنا في المراقبة الرياضي محمد الخامس. مباراة اليوم آخر مباراة مبرمجة، مباراة وطنية، مباراة محلية في المراقبة الرياضي محمد الخامس.